السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ مع ان انا زعلانة منكم بس ما بستخسرش حاجة فيكم، ولازم بقوم اصور لكم الفيديو عشان انزله في ميعاده. النهاردة معانا كفتة الحاتي بجميع اسرارها، احلى واطعم من بتاع المطاعم، اقسم بالله ماهي مجاملة بجد. وانتي هتجربيها وان شاء الله بعد ما تجربيها هتيجي تقولي رأيك في التعليقات. مقادير سهلة وبسيطة جدا، ولا هتكش منك ولا هتتفرفت منك، وهتبقى متماسكة وطرية، حاجة كده زي الكتاب ما بيقول. هنا معانا نص كيلو لحمة، انا كانت مقطعاها مكعبات وحطيت قطعة دهن بس حسيتها قليلة شوية، رجعت زودت مع المقادير دي نص كيلو. معايا دي قيمة بصلاية ونص كبار، حابة تحطي بصلاية عادي. البصل هيتفرم لوحده عشان احنا عايزين نصفي منه المية. هنا الفلفل والثوم وقطعة الدهن او اللية على حسب ما متوفر عندك، وورق ربطة كزبرة على حسب برضو الرغبة، انت حابة قد ايه. انا حاطة ايه يعني يعتبر نص ربطة لان ده نص كيلو. هنا البصلاية ونص او البصلتين الوسط او الصغيرة، فرمتهم فرم ناعم جدا وحطيت عليهم ربع معلقة ملح علشان ينزل المية اللي فيه كلها. هسيبه على ما ضفت البصل والفلفل والدهن والثوم، رشة كزبرة ورشة فلفل اسمر، رشة كمون، رشة قرفة. دي بهارات الكفتة بتاعتي، اطعم والذ من كده مش هتدوقي. هنا معانا الملح، نص معلقة ملح كبيرة او معلقة ممسوحة خالص على حسب ايه ما يبقى متوفر، او حسب رغبة الملح يعني سوري. هنضيف عليها ايه؟ هنا دول معلقتين دقيق. الدقيق لايه؟ احنا مش رايحين نعمل عجينة. الدقيق بيحافظ على تماسك اللحمة وبيشرب اي سوائل وما تتفرفتش منك ابدا. ومعلقة النشا تخليها هشة وطرية في نفس الوقت. معلقة كيك شيف او نص معلقة بيكنج باودر او ربع معلقة بيكربوناتو بتخليها نافشة كده ايه، بس انا مستخدمة كيك شيف. معيار مقدار عن مقدار في البيكربونات وكيك شيف. بيكنج باودر بيختلف لان مش كلهم شكل بعض. هنا بقى عندي البصل كان صفى المية خالص وسرد المية بتاعته، فعصرته كويس كده بايدي عشان اضمن ان مفيهوش اي سوائل، وخدت تفل البصل بس ونزلت بيه على المكونات بتاعتنا. تمام كده تمام. هنعجن بقى. هتعجني فيها لمدة 7 8 دقايق على قد ما تقدري تعجني، لحد ما المكونات تتمزج تماما مع بعضها ويظهر فيها خيوط كده. هوريها لكم وانا بعجن. تمام كده تمام لحد كده زي ما انتم شايفين كده بعجن فيها. بدأت الخيوط تتعمل. اهم حاجة في الكفتة قطعة الدهن او قطعة اللية على حسب متوفر عندك. الدهن اللي هو بيتفرفت مش المتماسك الطري ده، لا، مادة دهنية. هنا بقى ايه؟ هنا بقى بدأت تظهر الخيوط البيضاء او هنا الدهن بدأ يظهر على ايدي برضه هون. يعني المكونات بتاعتي كلها تجانست مع بعض او امتزجت مع بعضها. شايفين بقى الخيوط البيضة دي كده خلاص العجينة بتاعت الكفتة بتاعتنا بقت جاهزة. هنجيب ستريتش راب بكيس نايلون، متوفر عندك مش متوفر عندك كيس تلاجة هتفرديه وتحطيه على رف التلاجة ساعة ساعتين، هتبيتيها زي ما انت حابة، ما تقلش عن ساعة. كل ما قعدت التتبيلة في التلاجة وغابت كل ما بيكون احلى. هنا بقى الكهرباء كانت قطعت وانا ايه، اكلوا لي مواعيد، مش هنستنى مثلا اما الكهرباء تيجي، لا، خدت الحاجة بتاعتي اللي انا هستخدمها وطلعت برا في عند نور او نور شمس مثلا او نور جايلي،
وقعدت كده ايه وقلت ايه هعملها وانا قاعدة على الارض. تمام كده. شايفين تماسكها على العود؟ قعدت اهز في العود كم مرة ان هي تقع من على العود. لو انت هتشويها على السيخ على الفحم عادي، بس اقسم بالله الطريقة اللي انا عملتها بيها دي هتوفري الفحم وهتبقى احسن واطعم من بتاعة الفحم. يعني ممكن بتاعة الفحم تنشف منك من الفحم عشان درجة الحرارة حتة متحمرتش حلو، لا كده لا كده مش هتبقى مظبوطة منك زي ما الطريقة دي اللي احنا هنعمل. هنا هصبعهم. انا جبت 3 اعواد من اللي هو بتاع الشيش طاووق الطويل دون، وهنصبع عليهم الكفتة. المية وبصل اللي احنا كنا عيناها على رف التلاجة بتاع البصل ما ترميهاش، احنا كنا عيناها في رف التلاجة لحد ما نيجي نصبع. هندهن اعواد اللي احنا بنصبع عليها، وهتمسكي بيها اللحمة كده وايه وتعملي ايدك في مية البصل وتصبعي بيها الكفتة. سرعت معاكم هنا الفيديو علشان ما اطولش عليكم. عارفة الفيديو انا اتكلمت فيه كتير، بس كل حاجة فيها انا بتكلم فيها بتبقى مهمة بعد كده. لازم فتحة الكفتة اللي احنا بنصبح عليها تكون واسعة زي ما وريتها لكم في اول صابع كده عملته، بيبقى جميل جدا. علشان بعد ما بندخل ونسويها بنكون ولعنا حتة فحماية كده وايه وحطيناها في المادة الدهنية اللي فيها وغطينا على الصينية لمدة 10 دقايق. ما تفتحيش عليها خالص، تاخد ريحة الفحم وطعمه بجد. حماتي بتقولي دي لو بنشتريها ونص كيلو، يعني قولي عامل 170 180 هتعدي 500 جنيه، وهي حاجات مش مكلفة. السعر دون كله يعني انت بتعملي حاجة مضمونة في البيت وطرية وطعمها كان جنان. يعني عجبتهم كلهم وكانوا حابينها قوي. يعني بأقل التكاليف، ليه ان انت تروحي تشتريها من برا او تطلبيها من برا وانت ممكن تعملي احسن منها بكتير. انا اتكلمت معاكم كتير في الفيديو دون غصب عني بس عشان اوصل لكم المعلومة صح. كمان انا زعلانة منكم جدا لان مفيش اي تفاعل على الفيديوهات، لايكات، تعليقات، مفيش اي دون خالص.